النهاردة جمعت لكم أحلى مخبوزات من كل بلد حتة أو من كل بلد خبز. الخبز التركي المصري، تعالوا نشوف جميع اللي احنا جمعناه واتعملوا ازاي. أول حاجة خبز السوردو العيش الشمسي، وعارفين طبعا الاتنين مقربين مع بعض في الشكل وفي الطعم. أول حاجة هنعمل خميرة السوردو، كوباية مية دافية، كوباية دقيق، كيس خميرة، ومعلقة سكر وركنتهم على جنب. العيش الشمسي ذرة سكر، ذرة صغيرة لأن العيش الشمسي مش بيتحط له سكر، وربع كوباية دقيق ومية للعجن. وخليتها عجينة لا هي سائلة ولا هي تخينة، يعني في الوسط كده زي ما انتوا شايفين. وهسيبها ترتاح، دي تخمر ودي ترتاح ودي تخمر برضو. السوردو خلاص العجينة خمرت، هحط لها معلقة ملح وهبتدي اني انا اعجن، وكل شوية احط مية على حسب ما العجينة تطلب. تمام. ومش هكمل عجنها للآخر، انا هسيبها وهي لسه محتاجة مية. بصوا زي ما انتوا شايفين، بس العجينة في نفس الوقت بتلزق. هركنها واسيبها، اغطيها واسيبها تخمر شوية. تمام، او ترتاح. عقبال ما اعجن العيش الشمسي، عندي كوباية مية دافية لاني انا عاملة نص كيلو ونص دقيق، حطيت ربع في الخميرة اهو، والربع والكيلو وربع هكمله. تمام. هحط شوية مية دافية ومعلقة ملح ومعلقة خل عشان الخميرة تطلع حلوة، العجينة تطلع حلوة وهشة. وهبتدي احط الخميرة اللي انا عملتها في الاول، واحط الكيلو وربع دقيق، وابتدي ان انا اعجن. تمام. لازم تكوني نخلة الدقيق، سواء هنا او هنا لازم تكوني نخلة الدقيق. في كل المخبوزات ضروري تنخلي الدقيق مرة واتنين وتلاتة عشان تدخلي هوا في العجينة. ابتدي بقى اعجني في العيش الشمسي، والعيش الشمسي بيحتاج مية كتير، بس مش معنى كده ان انا سايح العجينة، لا، انا بحط المية بالقطارة زي ما بيقولوا، يعني شوية بشوية، نقطة نقطة، مش بحط مية كتير تغرق العجين. ببتدي اعجن زي ما انتوا شايفين شكل العجين. اعجني لحد العجين ما يكون بيلزق، وفي نفس الوقت تكون العجينة خفيفة، تحس ان كمية العيش اللي انت عملتيه مش تخين قوي ولا تقيل قوي. زي ما انت شايفة، اول ما حطيتها اتزحلقت كده لان الرغيف كويس والعيش كويس. بايدك في شوية مية ابتدي افرديه وغطيه وسيبيها تخمر. تعالي بقى نشوف العيش السوردو اللي احنا في الاساس ما كملناش عجنه. بحط له شوية مية وابتدي بقى ان انا المه بقى كويس جدا. لميته هغطيه واحطه في الطبق واسيبه يخمر. دي اول طريقة في الخمر لانه بيخمر كذا مرة. هعجنه تاني بشوية مية في ايدي، وابتدي من ان انا اعجن وهبط الخمر اللي انا خمرته، واعجن تاني واخبط فيه يمين وشمال والمها واسيبها تخمر تاني، واغطيها وافردها واحط عليها كيس واسيبها تخمر. هعمل كده بقى تاني وتالت ورابع، هوريكم في الفيديو لسه مخلص. عندي بقى العيش الشمسي خلاص، انا كنت سيبته يخمر. عندي طبق فيه دقيق، عاوزة تحطي مية او يكون زيت، كله بايدك. تمام. بحط زي ما انتوا شايفين، بقطع العجين واحطه على اي حاجة ممكن تتخيليها. انا ريحتكم الدور ده وحطيتها على ورق كرتون. لو عندك مقارص، لو عندك اي طبق عندك ملامين، حطي عليه ما يهمكيش. تمام. بريح العيش زي ما انتوا شايفين، وبعد كده ببططه. اول ما القشرة من بره تنشف ببتدي ابططه واقلب الرغيف رغيف رغيف. سيبنا العيش الشمسي يخمر. تعالوا نشوف السوردو. طبعا عملت كوبايه شاي لاني اكيد بعد كل المجهود اللي انا بعمله ده لازم ان انا اروق على نفسي. تمام. زي ما انتوا شايفين، هبتدي ان انا احط ايدي في الميه تاني، وابتدي ان انا اعجن برضو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. تمام. ريحيها وسيبيها تتغطى، ولسه تاني هتعجنيها، لسه ما خلصتش. في نفس الوقت انت بتقلبي العيش الشمس هيخش الفرن ويستوي، والسوردو لسه هياخد وقت كمان في التخمير. زي ما انت شايفه خلاص انا هحطه في الفرن، فهبتدي ان انا افتحه زي ما انتوا شايفين. يا اما اعمله 3 زي كده، معرفش اسمها ايه صراحه لان انا متعلمه تعليم. لا اما امسكه كده، في ناس بتعمل كده وفي ناس بتعمل كده. دوروا بالدبوس، وادي طريقته وحطيته في الفرن خلاص هو بيستوي. تمام. السوردو لسه هيخمر تاني. زي ما انتوا شايفين هنبتدي ان احنا نعجنها كده ونخبط فيها يمين وشمال ونطلع الهواء منها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. زي ما انتوا شايفين، واريحها كويس واسيبها كمان تخمر. خلاص، يعني انا بكرر العملية دي 3-4 مرات، هسيبها تخمر. تمام. خلاص هي خمرت كذا مرة. بصوا هي بتلزق، فخلي بالكم لان هي هتمسك في المفرش اللي انا حاطاه. فخلي بالك انت بتجيبيها يمين وشمال، وتجيبيها كده كمان الناحية التانية وتقفليها خلاص وتبتدي تشديها. كان المفروض احط زيت، بس انا مش عايزة احط زيت او اي حاجة لان العجينة مش بتحط فيها زيت. زي ما انتوا شايفين هتحطها في الحلة بس اللي هتكون مدهونة زيت، او السنين لو عندك سنين صغيرة.
تمام. بتسيبيها تخمر بقى خلاص، وبتبتدي بالموس تفتحيها كده وبتحطيها في الفرن. درجة الحرارة بتبقى 200 درجة مئوية، بتبقى عالية جدا، غير العيش الشمسي. العيش الشمسي بيبقى الفرن 180 في الأول عشان يسخن، وبعد كده بتمسحي الفرن بحتة قماشة عشان تتأكدي ان درجة الحرارة عالية جدا. بعد كده وبتكوني فاتحة من فوق ومن تحت. بعد كده بتبتدي توطي النار على أوطى درجة عندك وتسيبي العيش يستوي. بياخد وقته في السوى العيش الشمسي. السوردو لازم النار تكون عالية، زي ما انتم شايفين ان السوردو خدت وش والعيش الشمسي. خلاص خلصناه. لو الفيديو عجبكم اعملوا لايك واشتراك. تعالوا نشوف بقى الخبز التركي والخبز الايطالي. الخبز التركي كلنا عارفينه بطعامته وحلاوته وجماله، والخبز الايطالي ناشف من بره وطري وهش من جوه. تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه. هنجيب ميه دافيه ونحط الخميره، وهبتدي ان انا اعجن العجينه واسيبها تخمر. الاول العيش الايطالي. العيش الايطالي عشان سهل. العيش السوردو متعب شويه في التخمير. انا بجيب علبه تلاجة لان خبز السوردو هيبات لتاني يوم. تمام تقريبا يعني. هبتدي ان انا احط الملح واني اعجن كده زي ما انتم شايفين. انا اتلخبطت يا جماعه. العيش الايطالي اللي هو اللي في الطبق الاحمر، وده العيش الايطالي اللي في علبه التلاجة، والتركي اللي هو في العيش في الطبق الاحمر. هبتدي زي ما انتم شايفين اخمرها واعجنها، ومش بحط ايدي فيها، انا بعجنها بالمعلقه. ده الفرق ما بينهم. تمام. هبتدي بقى نعجن العيش التركي بميه دافيه بعد ما عملت الخميره بتاعتها وسبتها ترتاح بس لحد ما تعلى. عجنيها كويس جدا، والعجينه بتلزق، وهتسيبيها بعد كده تخمر وتاخد وقتها في الخمر. تمام كده. العيش التركي والايطالي بيخمروا. تمام. هبتدي بقى ان اجيب العيش الايطالي. ده العيش الايطالي، ركزوا يا جماعه. واحط ايدي في ميه وابتدي ان انا اجيب العجينه من فوق لتحت ومن تحت لفوق زي اللي احنا كنا عاملينه السوردو. تمام. وبتخبطي في العجينه عشان خاطر تدخلي لها هوا وهتسيبيها تخمر. وارجع تاني اشوف العيش التركي حصل فيه ايه. العيش التركي خلاص خمر برضو، هعملها زي ما انتوا شفتوها بس تقريبا مش هعملها كتير. تمام. هغطيها واسيبها تخمر. بس العيش التركي بقى الايطالي هبتدي بقى احط في ايدي الدور ده زيت اهو، واخبط فيه يمين وشمال وشمال ويمين، يعني مرتين ميه ومره زيت. تمام. وهحطها كده واركنها على جنب. العيش التركي بسم الله ما شاء الله بقى شكله حلو جدا وخمر. عندي صينيه بقى وزيت عشان خاطر هحط في الصينيه زيت على ورق الزبده، لان ورق الزبده ده يا جماعه الابيض بيلزق. دي برضو حاجه بعيد عن الفيديو، يعني المفروض لو ورق الزبده سليم مش هحط زيت. هتبتدي ان انت تفرديها زي ما انت شايفين وتلفيها كده بايدك زي ما انت شايفه، وتقسميها بصوابعك، ولازم يكون بصوابعك زي ما انت شايفه يمين وشمال. تمام اهو الناحيه التانية. خلاص كده هتسيبيها تخمر. دي هتغطيها وتسيبيها تخمر. تمام. والله عيش حلو جدا. هتجيبي بقى خلاص هي خمرت وارتاحت، هتعدي على الفتحات اللي انت عملتيها بايدك بالشوكة عشان خاطر تثبت. وعندك حبة البركة، هتبتدي تحطي حبة البركة في الفتحات دي. بس الاول هتدهنيها لبن او بيض صفار بيضة اللي عندك. انا كان عندي لبن وحطيت له سكر، وهبتدي ان انا ادهن الوش باي حاجة تعجبك. تمام. عندك بقى زي ما قلت لك حبة البركة، هتبتدي ترشي حبة البركة زي ما انت شايفة. خلاص دي هتخش الفرن. تمام. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه في العيش الايطالي. العيش الايطالي هبتدي بقى ان انا افرده عشان اقطعه. تمام. بسم الله ما شاء الله العجينه حلوه جدا بس بتلزق يا جماعه، فانت لازم تركنيها وتحطي تحتيها دقيق. لو ما حطيتيش تحتيها دقيق هتبقى مشكله. تمام. هتقفليها كده زي ما انت شايفه، وهتسيبيها تحت العلبه دقيقتين تخمر اهو، عشان انت كل ما بتحركيها بتحركي الخمر منها، ودي غلط عليها. افرديها تاني خلاص سبتها ترتاح. هتبتدي تفرديها بقى عشان تقطعيها، وكل مره تقطعيها برضك هتسيبيها ترتاح وتخمر. العيش ده كان حلو جدا، وعاوزه اقول لكم ان العيش الايطالي لازم يخمر كذا مره، بيخمر بكميات كبيره قوي. اما التركي مش بياخد فتره التخمير دي كلها. تمام. انتوا شايفين بقى كده
اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. هبتدي بقى ارصهم على هسيبهم هنا يرتاحوا شويه، بعد ما تقطعيهم ظبطيهم وسيبوهم يرتاحوا ورشوا على وشهم دي، لان العيش دوت لازم ياخد وقت تخمير في كل مره. ابتدي بقى رصيها على صينيه يكون فيها ورق زبده، وطبعا انا بدهن ورق الزبده عشان بيلزق. تمام. شوفوا بقى شكله لما طلع من الفرن وجماله وحلاوته، هوريهولكم دلوقتي لما اقطعهم. بجد بصوا العيش التركي يعني بجد يتاكل كده من غير اي حاجه، بس تقدري تدهني عليه جبنه وتاكليه بيه طبيخ اي حاجه، ده براحتك. والعيش الايطالي تقدري تحشيه بقى جبنه شندوشتات، تعمليها شندوشتات لان بتتفتح زي الشندوشتات، وتقدري تحطي فيها كل حاجه. هي مقرمشه من بره وطريه من جوه. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك واشتركوا في القناه. تعالوا نشوف بقى اخر حاجه، الخبز المغربي والخبز التونسي. من احلى الخبز اللي انا دقته في حياتي بجد. الخبز المغربي بتحطي كوبايتين دقيق وكوبايه سميد، تمام، دي العجينه، وملح وسكر، تمام، وكيس ومعلقه كبيره خميره وربع كوبايه زيت، بس كده. هي دي المقادير، وبتبتدي تعجنيهم. العجينه حلوه حلوه حلوه، تمام. اهو زي ما انتم شايفين. طبعا العجينه بتاعت اي دقيق سميد بتبقى خشنه، لازم تفضلي تعجني فيها لحد ما نعميها كويس. حطيت لها شويه زيت كمان لان العجينه ديت هتكون بتلزق حاجه بسيطه، تمام. زي ما انت شايفه اهي بتلزق. غطيها وسيبها تخمر. خلاص حطي بقى شويه زيت وغطيها وسيبها تخمر. من احلى الخبز اللي انا اكلته الخبز المغربي والخبز التونسي والله. تعالوا بقى نشوف الخبز التونسي. عندي كوبايه، حطي فيها معلقتين سكر وكيس خميره، كوبايه لبن، نص كوبايه او كوبايه الا ربع لبن. هحط الخميره واسيبها تخمر، تمام. عندك بقى بوله، هسيب دي تخمر. عندي بوله هحط بقى العكس التاني. كنت حاطه كوبايه دقيق وكوبايتين سميد. الخبز ده كوبايتين سميد وكوبايه دقيق ابيض. ده الاختلاف ما بين الخبز المغربي والخبز التونسي. والخبز التونسي كمان بتحط له حليب، الخبز المغربي لا، وتقدري تعمليه بحليب، بس الافضل تعمليه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. هتبتدي برضو تعجني، هتحطي الملح والسكر. السكر حطاه في الخميره، هتحطي الملح وتقلبي كويس جدا. في ناس بتحط بيكنج باودر، انا ما حطيتش، والعجينه طلعت زي الفل. هتحطي بقى شويه ميه لحد ما العجينه بقى تنعم في ايدك، واعملي حسابك ان العجينه دي لازم تنعم زي ما انا قلت لك. فيها دقيق السميد، ودقيق السميد خشن، بتجيبيه من عند العطار تقولي له عاوزه دقيق سميد، او من السوبر ماركت يكون ناعم، من هايبر كبير براحتك. نسيت السمسم وحبه البركه حطيتهم، واعملي حسابك ان تحطيه مع الدقيق وهو بودره، عشان بيبقوا خشنين تحت ايدك وانت بتعجني، هيتعبوكي في العجن. ابتدي بقى حطي شويه زيت وغطيها بقى كده وسيبيها تخمر. يا سلام على العجينه دي، في منتهى الجمال. اهي دي عجينه المغربي، الخبز المغربي، وده الخبز التونسي. بجد طعمين العيش حلوين جدا. تعالوا بقى نشوف الخبز المغربي هنعمل فيه ايه. عندي طبعا صينيه، وعندي الخبز المغربي، وعندي دقيق سمونيلا او دقيق بسبوسه، تمام. زي ما احنا اتفقنا ان دقيق البسبوسه معانا لحد اخر الفيديو. زي ما انتم شايفين بتبتدي ان انت تحطيه جوه السميد، بتقطعي القطعه اللي انت عاوزاها او القرصه اللي انت عاوزاها او الرغيف اللي انت عاوزاه، تحطيه جوه السميد وتبتدي بقى تفرديه زي ما انت شايفه اهي، تمام. خلاص انت هتسيبها ترتاح وتبتدي تفرديها بقى. افرديها بالطريقه اللي تعجبك. على فكره هي مش هتلزق، مش هنحتاج ليه ورق ندهن ورق الزبده، لان هي فيها كميه زيت حلوه والعجينه سلسه، تمام. هتبتدي تفرديها كده، والله عجينه حلوه جدا. وهتبتدي تحطي لها سميد وتغطيها وتسيبيها تخمر. الكميه اللي عملت الكميه دي، هتغطيها وتسيبها تخمر. تعالوا بقى نشوف الخبز التونسي. الاول دي خمرت، هتبتدي بقى ان انتي ترشي عليها سميد تاني وتقطعيها بالسكين، تعملي علامات فيها اهو. بس حلوه قوي بجد، حلوه. لو عجبكم الفيديو انا عاوزاكم تشتركوا وتعملوا لي لايك وتقولوا لي ايه رايكم في انواع الفيديوهات، تحبوا تشوفوا ايه تاني ممكن اعمله. خلاص كده الخبز التونسي طعمه حلو جدا. قطعته اهو. هبتدي بقى ان انا اقطعه القطع بقى عشان اعمله كور اهو زي ما انتم شايفين. ده بيتفرد بقى بالنشابه. التاني لا، التاني بتعمليه على ايدك، المغربي بتعمليه على ايدك، ده بتعمليه بالنشابه زي ما انتم شايفين. هبتدي ان انا الم العجينه اكورها، هبتدي افرد كده وبالنشابه عندي وافردها، بس مش كتير يا جماعه، خلي بالكم انا مش هفرده كتير، انا عاوزاها بس تكون رقيقه، حاجه بسيطه. بجد هو رقيق بجد يعني، من غير ما نتكلم طعمه حلو جدا. هتبتدي ان انت بقى ايه،
حطيه في الصينيه بتاعتك، تخلصيهم كلهم وتبتدي ان انت تحطيهم في الصينيه. وتعالوا نشوف هنعمل فيهم ايه كمان، لان بيحتاج برضك زي ما احتاج للخبز المغربي، لازم برضك في طريقه اللي بتجيبي الشوكه وتعمليه كده، وقبل ما يخش الفرن بعد ما يخمر لازم تدهنيه وشه ميه. ده الاختلاف. بصوا خرميه كده كذا خرم، مش لازم كله زي البيتزا، لا. تمام، غطيته وسبته يخمر. وتعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. خلاص هو خمر خلاص. عندي بقى فرشه، هما بيحطوا ايديهم في الميه ويبتدوا يعملوا، انا لا، انا بحط بعمله بالفرشه ارحم يعني ليا. هبتدي بقى ان انا اسخن فرن درجه الحراره. بصوا ده ده الخبز المغربي، بصوا جماله يا جماعه، والله العظيم حلو جدا جدا جدا. تعالوا نشوف بقى الخبز التركي، اسفه الخبز التونسي. الفيديو طول معايا معلش، بس انا جبت لكم بجد نوعيات خبز حلو جدا. ان شاء الله هعمل لكم انواع تاني. لو انتوا عاوزين حلويات من بلاد تانية قولوا لي، يعني لو انتوا مش عاوزين مخبوزات عاوزين حلويات قولوا لي. بصي بقى الشكل والطعام والجمال، يتاكلوا كده من غير ولا حاجه، من غير ما تاكلي جنبهم اي حاجه. بجد بجد الواحد لما بيعمل حاجه من بره بلده بيحس بطعم وجمال الخبز. يعني كل بلد وليها اكلاتها وطعم اكلاتها اللي بجد بتشدك. لو الفيديو عجبكم ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.